سمعت قبل كده عن شلل العصب السابع؟ ده لو حسيت بتنميل او الم في نص وشك ومش قادر تبتسم كويس او مش قادر تقفل عينك. شلل العصب السابع هو التهاب العصب المسؤول عن تغذية حركة نص الوش، وليه اسباب كتير. الاسباب دي ممكن تكون التهاب فيروسي، البرد الشديد، اصابات الراس او الوجه، واحيانا امراض المناعه الذاتيه. الاعراض بتكون ضعف مفاجئ في نص عضلات الوجه، المريض بيكون عنده اعوجاج بالفم، صعوبه في الاكل، تجمع الاكل او نزول السوائل من البق، وممكن يكون عنده حساسيه للاصوات العاليه وده بيعرف بالهايبر اكيوزس. ازاي نكتشفه؟ اهم حاجه طبعا هو الفحص الاكلينيكي وتشخيص المريض من الفحص بتاعه. احيانا ممكن نحتاج اشعه مقطعيه او رنين في بعض الحالات. العلاج بيكون عباره عن ادويه كورتيزون عشان خاطر نقلل التهاب العصب السابع، قطرات للعين، علاج طبيعي لتقويه عضلات الوجه. حالات نادره جدا ممكن نحتاج جراحه. لو بدات العلاج بسرعه غالبا بتتحسن في ايام قليله جدا. لو حسيت باي اعراض مشابهه لازم تزور الطبيب فورا. انا الدكتور عبده حمدي، والتشخيص الصح يضمن حياتك.